السلام شيرات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كاع لاباس. اليوم جبت لكم فيديو جديد فيه افطار. بغيت نشارك معكم افطاري مع حلوى جافة. افطار كان زليف دوارة، اخرج هايل هايل هايل. هنا شوفوا الزليف في لاصوص تاعو، في المرقه تاعو قريب يعقد. شوفوا المرقه راه قريب تعقد. واللي بغات الوصفه الشيرات خليها لي في الطريقه، راح ندير لكم الوصفه. يخرج هايل. هذه الوصفه الشيرات محتملتها من بكري كيما نقولوا الاهل تاعي وتاع شيخي كاع معتمدينها. يخرج هايل. وكي نجي راح نطفي مام با دقيقه. كي نجي حنطفي نديرو القزبر والكمون ونخليه كيما نقولوا يطبخ شويه ونطفي، باه تبقى البنه تاع الكمون والقزبر. الكمون والقزبر هما اللي يطبعوا الزليف. ها وين افطاري رافقته بالمطبخ. وشوفوا الحلوى، هذه هي الحلوى الجافة الشيرات. ما تكسري راسك، ما تطبعي ما والو. كما نقولوا روني كوري وديري في الكوشه ويخرج لكم شقق، يخرج خفيف، يخرج بنه هايله. اللي يبغوا القهوه بالحليب هذا يناسب قهوه بالحليب. شيرات ماكمش راح تكتبوا في الوصفه. ونروحوا للوصفه. بسم الله على بركه الله. عندنا هنايا شوفوا الشيرات العبار اللي تعبروا به تكملوا به. عندنا قرصه تاع الملح، وعندنا القرصه تاع الملح الشيرات انا بديت بها هي الاولى باسكو ننساها بزاف. نبغي نبدا فيها باسكو ننساها. عندنا عبار تاع السكر شدوه من قبل، عبار تاع السكر ناقص اسبوع، عفوا عبار تاع بيض ناقص اسبوع، مع عبار تاع سكر ناقص اسبوع، وقرصة ملح. نعاود لكم: عبار تاع بيض ناقص اسبوع، وعبار تاع سكر ناقص اسبوع. هذا الكاس اللي وزنت به نفس الكاس اللي توزن به وليد، نفس الكاس تاع وليد. ويرفد لكم 4 بيضات. هذا كما نقول الكاط اللي نخدم لكم فيه يرفد لكم 4 بيضات ويقطع لكم 35 حبة، بحبة كبيرة. 35 حبة كبيرة. إذا بغيت تصغروا يقطع لكم 40 ولا أكثر. وهنا نخلطو مليح بالباتار ولا بكف يدك كما تبغي نتيا، سواء بالباتر ولا كف يدك. شفتوا في الحلويات اللي من قبل انا نخدم بكف اليد. تقلي وين نخدم بالباتر. كي تكون حيه قليله نخدمها بالباتر، كي تكون حيه كبيره نخدمها بكف اليد. ومن بعد كي يذوب السكر ويبيض الخليط نزيد له كاس معمر سكر. الكاس معمر سكر معناتها هذاك الصباع اللي ما درتوش البيض والسكر هنا في الزيت ندير. هذا سر من أسرار طراوة الحلوى الجافة. الحلويات الجافة سواء طابع سواء هذا ولا أي حلوى جافة، السر تاع الطراوة تاعو هي تكون كمية الزيت أكثر من السكر والبيض. كمية الزيت تكون أكثر من البيض والسكر. اعتمدوا أشياء ماكوش راح تخدموا فيها. وراح لو كان تسيو هذا الكاطو راح تعرفوا النتيجة تاع كي تكون الزيت أكثر من البيض والسكر. مع الوقت كل ما يقعد الكاطو تاعكم كل ما راح يطرى لكم، كل ما يقعد الكاطو يطرى. وهنا الزيت شدو من قبل كنت نزيد فيه غير بشوية ونخلط، نزيد غير بشوية ونخلط حتى نكمل الكاس تاعي. وهنا نبغي الشيرات انا الكاطو تاعي نبغي يكون شويه صفر. كي نقسم الحبه شويه صفر باسكو انا نخدم بالفرينه تاع 25 تاع 50. راكم عارفين بالفرينه تاع 25 تاع 50 راه يجي شويه كحل. على ذيك ندير شويه كما نقولوا صبيغه صفراء بالكاطو يجيني صفر. ودرت هنا مغرفه كبيره تاع مايزينا ولا 2 مغارف. مغرف كبيره ولا 2 مغارف، ماشي راح كما نقولوا تاثر مغرف ولا 2 مهم راح تجيكم شابه. 2 مغارف مايزينا ولا مغرف، ومغرف ولا نص مغرف لافاني، ونخلط. هنا كملنا بالباتار. نحي الابره تاع الباتار ونديرو الفرينه. انا نبداو نديرو في الفرينه ونعاود كما نقولوا المقادير. شوفوا شيرات نديرو عبر تاع البيض هو نفس العبر تاع السكر. العبر كي تعبروا بالكاس تاع وليد راح دير 4 بيضات. كي دير 4 بيضات الكاس ما يجيش معمر. كي الكاس ما يجيش معمر راكم رايحين كما نقولوا تسيبوا ناقص صباع. الكاس ناقص صباع. كي ديروا الزيت راح ديروا كاس معمر. معناتها كما نقولوا الزيت اكثر من البيض والسكر. واذا درتوا الكاس معمر بيض ومعمر سكر زيدوا شويه في كاس الزيت. هنايا درت مغرف شدوها تاع خل، مغرف تاع خل، ودرت الفرينه، ودرت 3 خمارات الكاطو. 3 خمارة تاع الكاطو في 4 بيضات. درت 3 خمارة تاع الكاطو ومغرف خل. الخل راح يحسن كما نقولوا العجينه تاع الكاطو تاعنا. وهذه الحلوى تعجبني بزاف ومعتمدة شغل كل سمانه نقولوا نخدمها باسكو ما تطبعي ما والو. خلطي ديري كيما نقولوا كورات وديري في الكوشه كاع ما تعييك ما تكسري راسك لا مع الطابع لا حاجه واحده اخرى.
هنا راني كما قلت لكم ندير الفرينة ونشوفها. وهنا ما تخافوش، هاد لو كان تخلوها طرية ما تخافوش ماشي الطابع اللي لازم تكون شوية شادة روحها تقولوا الطابع يخسر لنا ولا. هذيك راح تكوريها حتى لو كان تخليها طرية ماهيش راح تخسر لك، باسكو كما نقولوا مكورة. الطابع بالك لو كان دير الطابع يبدا يلصق لك في العجينة، كي تروح تطبعي يبدا يلصق لك وما يبغيش يخرج لك الحبة مسقم. بصح حنا كي ديروها مكورة الحبة راح تخرج نورمال ما تخسرلكش. من القوام تاع الشيرة، شوفوا كيفاه طرية تلصق في اليد. خلوها هكا وخلوها تريح شوية. كما قلت لكم ديروا 3 خمارة مع مغرف خل، 3 خمارة مع مغرف خل، كما نقولوا ولموها بالفرينة وخلوها شوية طرية. كما نقولوا ما تنشفاش كما العجينة تاع الطابع وكاع، لا لا، هذه خلوها طرية. شوفوا الطراوة تاع الشيرة تاع تلصق في اليد وطرية. خليها تريح واحد 5 دقايق وجي نشكلها. هاهي العجينة تاعي نخليها. شوفوا كي ريحت جات تشد روحها، راكم عارفين العجينة دايما كي تريح تشد روحها. راني درتها كويرات. هذه 4 حبات بيض قطعوا لي 35 حبة، والحبة جات كبيرة كما شفتوا من قبل، معناتها لو كان صغيرة الحبة راح تجي أكثر من 40 حبة. هاهي هنا أنا راح نوريلكم غير حبات ونكمل الآخر باه الفيديو ما يجيكمش طويل. واللي وصلت هنا لهذه المرحلة الشيرات ما تنساوليش بليجام حنوناتي، باسكو ليجام هذوك راحين كما نقولوا يوصل الفيديو لاكثر عدد ممكن، وشوفوا الشيرات ويبداو معتمدين هذه الوصفه، باسكو ماهيش كما نقولوا واعره ولا اللي تعيي ولا سهله، كما نقولوا اي مبتدئ راح ديرو. وهنا درت راكم عارفين كاع تاع صفار البيض مع شويه لافاني وشويه حليب، درتو كاع من الفوق، ومن بعد درت غير شويه سكر. سوا انت تخلي هكاك ديري السكر ديري، انا درت شويه هكا شويه سكر باه كما نقولوا الحبه تجي متحوفه. ها وين كاع الحبه تاعنا سنيوه 15 سنيوه 15 هذا 5 كنت قطعت لي 35 حبه. كما قلت لكم الشيرات ما تنساونيش الاشتراك في القناه ودعمي بالتعليقات ولايك حبيباتي. هاي وين الحلوه تاعي، شوفوا كيف خرجت مشقه ما شاء الله عليه، الصوره تحبر. شوفوا كيف خرجت دايره الشيرات، ما راكمش راح تندموا فيها. وكل ما تقعد كما قلت لكم الزيت كي ديروا بالزياده كل ما تقعد الحلوه تاعكم راح تزيد في الطراوه تاعها، مش راح تيبس، راح تزيد في الطراوه. يعني نأكد لكم ونعاود كي تقووا الزيت على البيض والسكر راح يزيد لكم في الطراوه. وشوفوا هنا كما نقولوا راه سخون، ونحن نقسم لكم كما نقولوا حتى مازال حتى ما ينشفوا. قلت لكم قد ما يقعد قد ما يزيد في الطراوه. شوفوا الصبعي كي راه يدخل من الطراوه تاع الحلوه حتى الصبعي راه كما نقولوا يدخل في الحبه. كنقسم لكم حبه كما نقولوا لمصداقية الوصفة. شوفوا حتى العجينة مازال ما نشفش باسكو راه مازال سخون. شوفوا كي خرج مهور. ومع السلامة إلى الفيديو القادم.